أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار المغرب، وهذا أبرز عنوانها: فضيحة من العيار الثقيل، النصب على فنانين ومشاهير عرب ومغاربة في حفل بطنجة. والآن إلى التفاصيل. اهتز فندق مصنف بمدينة طنجة ليلة أمس الجمعة على وقع فضيحة نصب كبيرة راح ضحيتها عدد من المشاهير العرب والمغاربة، إلى جانب وجوه معروفة في مجال الأزياء والموضة. وحسب مصادر أخبار ماروك نيوز، فإن منظم الحفل قام بالاستيلاء على الأموال التي جمعها من مداخل الحفل قبل أن يتوارى عن الأنظار، علما أن قيمة التذكرة الواحدة وصلت إلى 1500 درهم، في حين دفع مصممون ومصممات مبالغ فاقت مليون سنتيم مقابل عرض منتجاتهم. وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر قبل مغادرته الفندق أخبر المشاركين أن زوجته الحامل فقدت الوعي، وسيقوم بنقلها إلى المستشفى للوقوف على حالتها الصحية. وكان من المنتظر أن يشارك في الحفل الفني المذكور فنان ومؤثر عرب، في مقدمتهم الفنان المصري حمادة هلال، والكويتية حليمة بولند، والمغربية المقيمة في الإمارات مريم حسين. هذا ويعتزم المتضررون ومن بينهم مصممون ومصممات اللجوء إلى القضاء لرفع شكاية بعد تعرضهم لعملية النصب المذكورة. هذا كل ما لدينا، شكرا على المتابعة، وما تنسوا ديروا جيم، وإلى اللقاء.